بمناسبة عربيات الكهرباء ليا صديق كده عزيز شغال بقاله سنين طويلة مع الجماعة الصينيين. كان بيقول لي مقولة مهمة جدا، بيقول لي الصينيين مبدأهم في الشغل ان الدنيا دي ما تسعناش احنا الاتنين، يا انا يا انت، ما ينفعش ان احنا نشتغل جنب بعض وننافس بعض، واحد فينا يدوس على التاني ويخرجه بره الشغل خالص. وبمناسبة الكلمتين دول في اخبار بتدور الايام اللي فاتت دي عن القصة دي تحديدا. رئيس مجموعة ستلانتس اللي هي واحدة من اكبر مجموعات السيارات في العالم وجواها ماركات كتير جدا زي بجو وستروين واوبل وحاجات تانية كتير، الراجل ده خاطب البرلمان الاوروبي عشان يقول لهم لازم تنقذونا من الهجوم الشديد اللي بيحصل من العربيات الكهرباء في اوروبا. الاسعار اللي هم بيقدموها للعربيات احنا ما نقدرش نتنافس معاها وما نقدرش نقف قصادها، فلازم يكون في يا اما حوافز للشركات الاوروبيه عشان تقدر تخفض اسعار سياراتها، يا اما يبقى في شويه قيود على العربيات الصينيه الكهرباء اللي بتخش سوق اوروبا. الراجل كان بيقول ان عربيه زي ام جي 4 الكهربائيه اللي موجوده في اوروبا سعرها تقريبا ارخص ب 13000 دولار من المنافس الاوروبي بتاعها اللي هو فولكس فاجن اي دي 3، وده شغل جنان محدش يقدر يتنافس معاه خالص. وده بالمناسبه احد الاسباب اللي خلى شركه مهمه جدا زي تسلا تخفض اسعار عربياتها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، خاصة في السوق الصيني، وبعد كده خفضوا اسعارهم كمان في السوق الامريكي والاوروبي عشان يقدروا يتنافسوا مع شركات العربيات الكهربائية الصينية اللي موجودة في الاسواق دي. تسلا تقريبا عربياتها رخصت بنسبة 13%، لدرجة ان الناس اللي كانت لسه مستلمة العربيات في السوق الصيني راحت كسرت احد فروع الشركة عشان معترضين على تخفيض الاسعار ده بعد ما هم استلموا عربياتهم وعايزين فرق السعر ده. وبعد الحركه بتاعت تسلا دي حصل جنون كبير جدا من كل الشركات الصينيه اللي بدات تقريبا تخفض اسعارها بنفس النسبه بتاعت تسلا عشان تحافظ على المنافسه. يعني هم مش بس بيبيعوا ارخص منها، ده لما نزلت اسعارها نزلوا تحتيها تاني في الاسعار عشان يكسروا في عضمهم اكتر. وفي شركات تانية غير تسلا برضه خفضت اسعارها عشان تجاري الخناقه اللي شغاله دي، وفي شركات ما قدرتش تعمل كده زي مرسيدس وجنرال موتورز وحاجات تانية كتير سواء من اوروبا او من امريكا، ما بقوش قادرين على المنافسه دي. والحقيقه ان بعض الشركات الصينيه بتاعت العربيات الكهربائيه بتخسر في عربياتها بس عشان تحافظ على المنافسه، زي ما ظهر قدامك كده. الشركات دي بتضحي بجزء من مكسبها وبتخسر في كل عربيه بتبيعها عشان بس تفضل مستحوذه على حصه معينه من السوق وما تسمحش للمنافسين من اوروبا ومن امريكا ان هم ياخدوا الحصه دي منها. الحقيقه الموضوع كبير قوي. الشركات الصينيه مش بس عندها خطه ان هي تتوسع في المجال بتاع السيارات الكهربائيه، هي عندها خطه حقيقيه انها تسيطر عليه بالكامل وتخرج تقريبا كل المنافسين منه على المدى الطويل. قولوا لي كده ايه رايكم في الكومنتات، شايفين هيقدروا ينجحوا في الخطه دي وعندهم القدره ان هم فعلا ينزلوا دايما باسعار عربياتهم تحت المنافسين ولا لا؟ مستنيكم في الكومنتات.